بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في يوميات أفكار وأكلات لولو. يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة هنعمل البيتي فور الدايب الجميل بأرخص نوع زبدة في السوق. أي نوع زبدة في السوق هيطلع معاكي تحفة وزي الفل، أحلى من اللي بتشتريه من المحلات 100 مرة. بس تتبعي الخطوات إن شاء الله هيعجبك جدا. بس قبل ما تدخلي حطي لايك واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان توصلك كل الإشعارات الجديدة. بصوا حبايبي، مع احترامي لكل الناس اللي بتعمل البيتي فور بالسمنة، ينفع بالسمنه وكل حاجه، مش هيجراله حاجه، بس مش هيبقى بيتي فور. بيتي فور يعني زبده، هو اساس البيتي فور الزبده. لو عملتيه بالسمنه هيطلع حلو برضو، بس هيطلع طعمه مدي على بسكوت. غير انتي عايزه بيتي فور يبقى بالزبده. ومش شرط تجيبي نوع زبده غالي جدا، جيبي اي نوع. دلوقتي في انواع زبده في السوق رخيصه جدا بتمن السمنه تقريبا يعني، مش فارقه. مش لازم تجيبي زبده فلاحي ولا يوزيلندي ولا الحاجات العاليه قوي، لا. ممكن تجيبي اي نوع زبدة. وزي ما قلت لك سعر الزبدة دلوقتي بقى زي السمنة بالظبط. فانا جبت كوبايتين الا ربع سكر بودرة، وجبت 700 جرام زبدة، وبقلبهم مع بعض كده. الزبدة تكون طرية، وبحاول بقى ايه يعني، اعملهم مع بعض شوية كده، وبعد كده اشغل المضرب عشان ما يبقوش تقال عليه. طب ما عنديش ميزان يا لولو، هعمل ال 700 جرام ازاي؟ على فكرة قالب الزبدة مرقم، عند رقم 7 كده تروحي قطعاه بس كده. ومعايا 4 بيضات ورشة فانيليا. انا حطيت نوعين فانيليا عشان عايزه ريحته تبقى حلوه كده، مش عايزه اشم فيه اي ريحه زفاره ولا اي حاجه. في ناس كتير بتخاف من البيض وبتقول بيزفر في الحلويات وكده، ابدا والله ولا اي حاجه. انتي اضربيه بس كويس وحطي له نوع فانيليا كويس، تلاقيه معاكي زي الفل. بصوا، انا المقادير دي انا معتمداها بقالي كام سنه بعمل بيها، بيطلع معايا البيتي فور بتاعي زي الفل وجميل جدا. جربوها مش هتندموا. بضربهم بقى ضرب كويس جدا لغاية كله ما يندمج مع بعضه بالمضرب كده. لو ما عندكيش مضرب بايدك برضو او بمضرب سلك هيبقى معاكي زي الفل. هتحطي دقيق قد ايه يا لولو؟ هحط كيلو. جبت كيلو دقيق، هرش عليه رشة ملح ورشة بيكنج باودر، رشة صغيرة جدا. طبعا البيض اختفى مع الزبدة والسكر. رشة البيكنج باودر بقى، وانزل بالدقيق بقى على الخليط ده. وما تعجنيش، يا دوبك تلمي العجينة بس. مش عايزينها تتعجن ولا اي حاجة، احنا عايزينها تتلم وتتجانس مع بعضها بس. البيتي فور من الحاجات الحلوة جدا اللي بتفرح الولاد صراحة، ومن الحلويات المحببة قوي لكل الناس الصراحة، محدش بيختلف عليها خالص. بس المهم يتعمل بطريقة صح، يبقى طعمه حلو، طعمه دايب ناعم، طعمه حلو. فلازم تعملي طريقة صح. في طرق كتير للبيتي فور، وكل واحد ومقاديره وكل واحد وطريقته. بس انا الحمد لله بقالي كام سنة بعمل بالمقادير دي، وبيطلع معايا البيتي فور زي الفل. اهو بصوا، انا يعني بعصر العجينه كده. بصوا بعصرها، مش بلتها ولا بتك عليها، لا. مش بخبط عليها، مش بعجن عجين انا، انتوا فاهمين، بدخل بس المكونات في قلبها. قسمت العجينه نصين اهو. احط نص في طبق ونص في طبق. هعمل بقى شويه بالشوكولاته وشويه بالفانيليا. بس انا شلت منهم قبل ما ياخدوا كل كميه الدقيق، قبل ما ياخدوا كيلو دقيق شلت منهم بتاع 3 4 معالق دقيق كبار كده. هحط مكانهم هنا شوكولاته خام، كاكاو خام. انا مستخدمه كاكاو خام اسباني، بيبقى حلو جدا. واحط على التانية بقيه الدقيق عشان تبقى المكونات مظبوطه بالظبط ومفيش اي اختلاف. ما زودتش مثلا الكاكاو والدقيق بقى المقدار مختلف. لا لا لا، بصوا شلت اللي هما 3 4، حطيت بدلهم كاكاو. جبت بقى القرطاس بتاعي كده. لو عندك مكنة بيتي فور بتبقى حلوة جدا، بتحطي بقى وتعملي اي شكل باي بلبلة انت عايزاها. هو الكيس بيبقى سهل وسريع عن المكنة. بصراحة كان عندي المكنة، بس هي مشكلتها ان هي ايه، يعني صعبة شوية في التشغيل الصراحة. بالنسبة لي بتبقى يعني مش سهلة زي الكيس. انا بس يعني الكيس بسرعة يعني. بس لو انت عايزة تعملي بالمكنة وعايزة تعملي اشكال، بيبقى حلو قوي برضو. الكيس الحلواني والبلابل والحاجات دي كلها بقت موجودة عند اي حد بيبيع ادوات مطبخ. وسعرها بقى حلو جدا، كل الناس بقت تقدر تجيبها يعني. فلازم الحاجات دي تبقى في بيتك على طول عشان تستخدميها وتعمليها في اي وقت. بصوا ديني مليت اول صاج اهو، وكملت الصف الاخراني اهو بالشوكولاته. وهروح احطه بقى. هو مبياخدش نار كتير على الرف الوسطاني. مفيش ربع ساعة، يعني ربع ساعة تلت ساعة بتلاقيه خلاص استوى يعني. ما بياخدش لون. بصوا رسمته عاملة ازاي، رسمته هي زي ما دخل زي ما طلع.
زي الفل، ولا فرش سنتي حتى، يعني اي حاجة ما فرشهاش. بصوا زي الفل، جميل جدا اهو. ما وطري ومقرمش من بره وناعم، بصوا تحفة. بس انتي ما تغيبيش عليه في الفرن عشان احنا مش عايزينه ياخد لون قوي. البيتي فور ما بياخدش لون، البيتي فور من الحاجات اللي هي الحلويات اللي هي يعني ما بتاخدش لون، بتطلع لونها فاتح كده. اهو الكيلو البيتي فور رمالي كمية محترمة، لو هتشتريها من بره اقل حاجة دول 2 كيلو مثلا على الميزان، بيرمي ضعف الكمية ويمكن اكتر. وطعمه حلو جدا وريحته جميلة جدا. مش عايزة اقول لكم يعني نتيجته هايلة، احلى من اللي بتشتريه من بره 100 مرة. وما خدش والله العظيم معايا وقت خالص، يعني سهل جدا وسريع، تعمليه كده في ساعة بعد الفطار، مش هياخد معاكي وقت. طبعا دلوقتي التزيين بقى، جبت مربى وجبت فرماسيل الوان وفرماسيل شوكولاته، وجبت جوز هند وجبت شوكولاته سايحه، وقعدت بقى ايه الزق كده واظبط دنيتي. بعمل كل حاجه شكل يعني. بنوتي اهي بسم الله ما شاء الله عليها، شطوره كده وجميله. قالت لي يا ماما ايه، روحي اعملي اللي وراكي يا ماما وحضري لي الحاجه وانا هقعد الزقه. فسبتها بصراحه قعدت تلزقه كده، وانا حطيت لها الحاجه ودخلت اعمل الاكل. بصراحه احنا زيناه تاني يوم، يعني انا عملته امبارح بعد الفطار، والنهارده بالنهار زينا. كان برد بقى وقعد شويه كده، فقعدنا نزينه. انا ما بزينوش كله، بزين بس الطبق اللي هناكله او اللي هديه لحبايبي، والباقي بسيبه من غير تزيين بصراحه، عشان المربى والشوكولاته والحاجات دي ما بتحبش تغيب، بتحب تتاكل على طول يعني. فاحنا مش هناكل الكميه دي على طول، لان هو بيرمي بسم الله ما شاء الله كميه محترمه، يشرفك قدام ضيوفك، قدام جيرانك، قدام صحابك، اي حد عايزه تديله اديله بقلب جامد من البيتي فور ده، هيعجبك جدا. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم بالله عليكم حطوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الاشعارات الجديده. السلام عليكم.